السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ تعالوا هننضف الممبار النهاردة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، طريقتي اللي اتعلمتها من أمي ومن أهلنا، الطريقة بتاعتي الأساسية اللي ما بغيرهاش. في ناس كتير كل واحد له طريقة، لكن أنا بصراحة مهما جربت أي طريقة في تنظيف الممبار ما بقدرش أستغنى عن الطريقة الأساسية اللي أنا بنضف بيها الممبار عشان أكون مطمنة له واحنا بناكله ويبقى ايه الدنيا تبقى امان وزي الفل معانا. لما بنيجي نختار الممبار يا حبايبي ما بنختارش الممبار اللي هي بتبقى واسعة قوي ولا اللي برضو اللي ضيقة اللي تزهقنا في التنظيف وفي الحشو. بنجيب اللي هي متوسطة زي ما احنا شايفينها في ايدينا كده. كمان لما بنيجي نجيبها ناخد بالنا ان الدهون اللي بره ديت تبقى نظيفة على قد ما نقدر. وبرضو احنا بنراجعها بس ايه ما نجيبهاش اللي بتبقى ايه مليانة شوائب كتير. يلا مع بعض كده هنسمي الله وهنقطع قطعة كده ونحاول ان احنا ايه هننضفها مع بعض بالطريقة اللي انا بحبها وما بغيرهاش. هنقلب القطعة اللي انا قطعتها ديت مع بعض زي ما احنا شايفين كده. بنمسك الطرف وبنحاول نزق بقية الجزء اللي معانا دهوت اللي جوه في الممبار. بتتقلب معانا بكل سهولة وبساطة. لما بندخلها من الطرف اللي احنا ماسكينه في ايدينا دوت يا حبايبي. بتضغطي عليها بقى من فم الممبار من فوق. فبتنزل معاكي بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده. والله مهما جربت من طرق لازم في تنظيف الممبار دي هي ديت الأمان بالنسبة لي عشان أبقى مطمنة وأنا باكل الحاجة وأبقى عارفة إنها نظيفة كويس قوي في إيدينا. بنجيب الممبار اهيت يا حبايبي زي ما احنا شايفين وبنضغط عليها كده بإيدينا وبالسكينة ونجردها زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله بتبقى معانا زي الفل وما بيبقاش فيها أي حاجة. ما شاء الله انتوا بتشوفوها كده لونها بيتغير معانا هيت على طول. والطبقة اللي فيها بتطلع معانا اهيت. اظن دي أأمن حاجة واحسن حاجة. حتى لو بتاخد مجهود مننا حتى لو بتاخد مننا وقت بس انتي بتبقي مطمنة ومتأكدة انتي منضفة الحاجة ازاي. احنا عارفين ان المصارين بتبقى محتاجة نظافة من نار بصراحة. فلازم نبقى متأكدين 100% ان هي نظيفة والدنيا تمام. اهيت يا حبايبي بسم الله ما شاء الله بقت معانا نظيفة وزي الفل ولونها اتغير وبقت بيضة اهيت. طبعا لسه لا غسلناها ولا عملنا فيها اي حاجة. شايفين السائل اللي نازل بقى اللي هو الاصفر ده. فاحنا لازم نبقى متأكدين من نظافتها. هنعمل واحدة كمان ننضفها مع بعض. وهنشوف شوفوا يا حبايبي الفرق بين اللي اتنضفت واللي لسه هننضفها. ما شاء الله بقت نظيفة وبيضة وزي الفل. بننضف واحدة كمان زي ما قلنا مع بعض اهيت. بالسكينة وبتجرديها بتطلع معاكي والله زي الفل. وزي ما قلنا حتى لو هي مجهود او هتعذبك شوية في التنظيف بس انت بتبقي مطمنة بقى من نظافة الحاجة والدنيا بتبقى معاكي تمام. ما شاء الله اهيت بعد ما خلصنا الكمية اللي معانا. بسم الله ما شاء الله ما فيش عليها اي بواقي وبقت تمام. ما شاء الله كلها. هنغسلهم بقى بالمية. يلا بقى هنطلعهم كده على مصفى بلاستيك مصفى ألمنيوم زي ديت.
وهنعمل ايه بقى؟ هنجيب شوية ملح محترمين كده، هنملى قد كفة ايدنا كده زي ما احنا شايفين يا حبايبي، وهنرشهم على المصارين او الممبار اللي احنا جردناه، وعلى الوش اللي احنا جاردينه زي ما هو، يعني ده الوش الداخلي بتاع الممبار. وهندعكهم بالمنظر ده زي ما احنا شايفين كده حوالي 5 دقايق، لحد ما تتأكدي ان دي خلاص ما عادش فيها اي بواقي ولا اي حاجة. الملح هنا لو فيه فايت منك حاجة من السكينة بينزل البواقي اللي موجودة. الحاجة التانية بيقتل البكتيريا او اي ميكروب موجود على الممبار. ما شاء الله. تعالوا كده بقى احنا ايه، هنشيل الوصفة بتاعتنا كده. اللي موجود ده ايه يا حبايبي بقى؟ الملح اللي احنا كنا بندعك به الممبار، نازل قدامنا ابيض ونضيف وتمام اهوت كده. انت بتتأكدي ان خلاص كده الممبار نضيف مفيش فيه اي حاجة، والدنيا معاكي زي الفل. يلا بقى هنفضيه كده ونحطه في الطبق تحت المية، هنغسله بقى مرة واتنين وتلاتة لحد ما نتأكد ان المية بتاعتنا راقت خالص. معلش هنغسل المصفى بتاعتنا برضو من الملح اللي كان موجود فيها. هنغير عليه المية مرة واتنين زي ما احنا قلنا، ونغسل الطبق بتاعنا برضو من مطرح الملح. طبعا احنا كده لسه ما خلصناش، لسه عندنا خطوات تانية في غسيل الممبار. شايفين المية ما شاء الله كده راقت معانا، هي بقت زي الفل. معانا ايه؟ معانا نص كوباية خل هنضيفها للممبار، او المية اللي موجودة على المصارين اللي احنا نضفناها، وليمونة كبيرة هنعصرها برضو على المصارين، وهننقعهم بقى في المية ديت حوالي نص ساعة. طبعا انت لو عايزة تفرزيه بعد ما بتنقعيها بقى وتكون خدت ريحة الليمون كده واطمنتي لها وبقت الدنيا تمام، هتصفيها من المية وهتعينيها في الفريزر لوقت ما تحتاجيها في الطبيخ. ولو انتي هتطبخي على طول ماشي مفيش مشكلة، برضو هتسيبها منقوعة شوية وبعد كده هترجعي ايه تصفيها من المية. حبيتي ان انتي تطبخي الممبار، والله في ناس بتحشيه على الوش ده زي ما هو، وفي ناس بترجع إيه تقلبه على الوش الاولاني. لان في ناس لما بتيجي تطبخه تقولك ايه، لا الدهن اللي موجودة مادام احنا مراجعينها ومنضفينها والدنيا تمام وكويس، خلاص احنا نستفيد بالدهون اللي فيها وتبقى عاطية للرز طعم كويس وايه، وهتحلي من طعم الممبار. وفيه ناس تانية بترجع تقلبه عادي وتخلي الدهون بره، علشان لما بتيجي تسلق الممبار الدهون بتطلع في مية السليق ويبقى خفيف في الأكل شوية. أي طريقة انت ترتاحي فيها للطبيخ هتستخدميها وبراحتك خالص مفيش أي مشاكل. لما بنيجي نقلب الممبار اهوت على ظهره بيتقلب معانا بسهولة بعد التنظيف. رجع بقى الشوائب اللي فيه زي ما احنا قلنا واحنا مراجعينها من قبل كده والدنيا نظيفة وزي الفل. اتمنى يا حبايبي ان طريقتي تكون عجبتكم وان الفيديو ينال اعجابكم. وما تنسوش الاشتراك في القناة حبايبي، ويسعدني وجودكم معانا. واحلى ممبار تعمليه بايديكي، واحلى مصارين تنضفيها وانت مطمنه لها. ويا رب الطريقة بتاعتي تعجبكم بإذن الله، وبألف صحة وعافية يا رب.